نهضة بركان وسط أزمة إصابات تراهن على فوز مريح أمام سيمبا الذي أقر مدربه بالصعوبة. السلام عليكم. يستقبل فريق نهضة بركان المغربي نظيره سيمبا التنزاني على أرضية الملعب البلدي ببركان في ذهاب نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم كاف. وتعد هذه المباراة خامس نهائي قاري في تاريخ الفريق البركاني والثاني له تواليا في هذه المسابقة. المباراة مبرمجة مساء السبت 17 ماي 2025، ورغم عدم تحديد توقيت اللقاء بشكل رسمي بعد، فإن العادة جرت على إقامة مباريات نهضة بركان القارية في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت المغرب، 7 بتوقيت غرينتش. ويواجه الفريق البركاني تحديات كبيرة قبل النهائي القاري في ظل تزايد الإصابات داخل صفوف فريقه، حيث أعرب المدرب التونسي معين الشعباني عن قلقه قائلا: للأسف تعرضنا لعدة إصابات في فترة قصيرة، خاصة بعد مباراة شباب قسنطينة الجزائري. نعاني من غياب عناصر مهمة على رأسهم رضا حجي، إلا أنه في المقابل أكد ثقته في الطاقم الطبي مشددا: هدفنا الآن هو استرجاع أكبر عدد من اللاعبين في أقرب وقت، وأنا واثق أن الطاقم الطبي سيبذل أقصى مجهوداته لتحقيق ذلك. وتضم لائحة المصابين أسماء أساسية مثل هيثم منعوت، السنغالي بول فالير، والبرازيلي ماتيوس سانتوس، إلى جانب رضا حجي، وهو ما يقلص من الخيارات التكتيكية للمدرب في ظل ضغط جدول المباريات. من جانبه أقر مدرب سيمبا فاتلو ديفيديز بصعوبة المهمة التي تنتظر فريقه في بركان قائلا: نفتخر بالتأهل إلى النهائي، لكن نعلم أن مباراة الذهاب ستكون صعبة، خاصة بحضور جماهيري كبير في ملعب صغير مثل ملعب بركان. ولم تقتصر استعدادات الفريق التنزاني على الجانب التقني فقط، بل حظي لاعبوه بدعم معنوي ومادي كبير، حيث وضعت رئيسة تنزانيا سامية حسن طائرة خاصة رهن الفريق لنقله في رحلة مباشرة إلى مدينة بركان المغربية، كما وعدت اللاعبين بمنحة مالية دسمة تصل إلى 30 مليون شيلين تنزاني، أي ما يعادل نحو 10 ملايين سنتيم مغربي، مقابل الفوز باللقب القاري في خطوة تحفيزية تعبر عن طموح البلاد لرفع الكأس القارية. ويدخل نهضة بركان هذه المواجهة بهدف تحقيق فوز مريح في الذهاب لتأمين حظوظه قبل التنقل إلى دار السلام في الإياب. وبين طموح التتويج القاري مجددا وإرادة تجاوز الإصابات، تراهن الجماهير البركانية على عزيمة فريقها وصموده في الظروف الصعبة في سبيل كتابة فصل جديد في تاريخ النادي البرتقالي لإضافة الكأس القارية الثالثة إلى خزينته. شكرا على المتابعة، ورجاء ما تنساوش لايك واشتراك، وشكرا مجددا.